السلام عليكم متتبعي الكرام في قناة بيرلا 48 وجدة. ما تنساوش تدعموني بجيم وابوني مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اي فيديو نحطه يوصلكم ان شاء الله. اليوم عندنا تقنته الوجدية. انا هنا هذه فرينة كنت حيرتها غير شويه ماشي بزاف باش نربح شويه ديال الوقت، باش ندير تقنته. هنا كما راكم تشوفوا كنحمي الزيت طيبتها وباش درت فيها الفرينه اللي محيره ومشي تحيار بزاف، فرينه ديال تقنته. الوغ انايا كانت عطاتني واحد النتيجه ما عجبتنيش، وليت درت تقنته جديده في زيت جديده وطيبتها كما راكم كتشوفوا هنايا، حيت ما عجبتنيش ديك النتيجه، جات شويه عاطيه اللون غامق قهوي غامق، ما عجبنيش. هنايا درت القوقاو، قليتو، طحنتو، ودرت اللوز حتى هو نفس الشيء، قليتو وسلقتو الاول وفسختو وعاد قليتو وحتى هو طحنتو. شي خليته مهرمش، شي طحنته مليح وباش درت في التقنته. بالنسبه للمقادير غادي نكتب لكم المقادير اللي درت انا في هاد التقنته ديالي انايا. ها هو اللوز هنايا ها هو مهرمش، ودرت يعني درت اللوز اللي باقي شويه صحيح شويه. هنا كنت خلطت تقنته اللي جديده مع اللي كنت دايره في محيره، حيت ما عجبتنيش النتيجه. هنا زدت الجنجلان حتى هو هرمشته وخليت شي حبات جنجلان باش يبانوا. نعطيكم المقادير ان شاء الله غادي نكتبهم لكم. هذه هي النتيجه النهائيه ديال تقنته الوجديه. طبيعه الحال هذه هي. هذا اللون هو اللي عجبني انايا، حيت كانت كاينه واحد اللون من قبل ما كانش عاجبني، ولكن هذا لا، هذا عجبني. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تعجبكم تقنته الوجديه، والمقادير اللي غادي نحط لكم حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا للمتتبعين الكرام، وما تنساوش تدعموني بجيم وابوني في القناه ديالي بيرلا 48 وجده. وشكرا.